البيتكوين اكبر عمله رقميه في العالم، عملت دلوقتي اقوى ارتداد يومي ليها من اسابيع، وبحسب investing.com وذا ايكونوميك تايمز البيتكوين رجعت تطلع فوق ال 90 ل 91,500 بعد هبوط بدايه الاسبوع. الارتفاع جه مع زياده شهيه المخاطره وتوقعات اكبر ان البنك الفيدرالي الامريكي قرب يخفض الفايده، ماشيه على نفس سكه الايثيريوم. وبحسب كوين سنترال سعر الايثيريوم رجع فوق ال 3000 دولار مدعوم بتدفقات الاي تي اف ثابته ومع تراكم واضح من الحيتان اللي بتزود مراكزها. المحللين بيقولوا ليه ده مهم. وفقا لكوين ديسك الصعود قوي، لكن ممكن يخبط فوق المقاومه في منطقه منتصف ال 90,000 لو البيتكوين ما اخدش دعم من الماكرو مومنتم الكبير. طب ده معناه ايه بجد؟ الارتداد ده واضح ان مؤسسات داخله تاني اسرع من الريتيل، لكن لسه ما فيش تاكيد ان الترند اتقلب. وفقا لتوقعات الفايده واللي شفناه من البيتكوين والايثيريوم النهارده هو ارتداد بسبب الماكرو، مش اشاره تغيير دوري. السؤال المهم دلوقتي، هل ده بدايه انطلاقه اخر السنه نحو القمم الجديده، ولا مجرد ارتداد مؤقت قبل ما تشوف تقلبات اقوى؟ انتوا رايكم ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.